وكل سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى مبارك علينا جميعا يا رب، وعلى الأمة الإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الرقاق. انا الجمال عدى الكلام. شايفين الجمال؟ اسمعوا كده معايا، مفيش احلى ولا اجمل من كده. يلا بقى مع بعض كده. معايا هنا اول لتر من الميه، هي ميه دافيه يعني زي دمعه العين كده. حطيت عليها معلقه كبيره من الملح، وبنزل على 4 كيلو من الدقيق. بنزل بالراحه. طبعا انت مش هتحتاجي اللتر واحد، انا احتجت حوالي لترين ونص. المهم انا عايزه النتيجه النتيجه تكون زي ما انت شايفه كده. العجينه بتاعتي لازم تبقى متماسكه كده، تبقى تقيله جامده، ما تبقاش طريه او بتلزق. اوعي اوعي، لانها لو كانت طريه وبتلزق معاكي هتاخد منك في الفرد دي كميه دي كتيره جدا، وهتضايقك قوي قوي في الحر ده، وهتسيح منك كمان. فانتي خليها بالسمك اللي انت شايفاه ده، تبقى سميكه كده معاكي كده وجامده، تستحمل معاكي. فانا بعتذر بس يا جماعه، علشان والله ايدي انا ما كنت فعلا معرفش ازاي يعني ده حصل. بس انا اضطريت، انا قطعت من الفيديو على قد ما اقدر علشان ايديا كانت باينه خالص. انا باخد دلوقتي العجينه وبقسمها. عامه الكيلو بتقطعيه من 25 كوره ل 30 كوره، انت حسب الصينيه اللي عندك. فانا عشان الصينيه اللي عندي كانت كبيره، انا كنت بقطع حوالي 30، وساعات برضو كنت بقطع 25. فكان عندي ده وعندي ده، عندي الصغير وعندي الكبير ماشي. لكن في جزء انا بشيله على جنب، بعمل منه الفطيرتين اللي قلت لكم عليهم. هنقطع دلوقتي للرقاق زي ما انت شايفه كده. شايفه انا بقطعها بالسكينه، شايفاها هي ماسكه ازاي العجينه ومتماسكه معايا. انا عايزه التماسك ده بتاعها ده، عايزه التماسك بتاع العجينه زي ما انت شايفاه كده. تبقى زي بص، ما تبقاش سايحه، ما تبقاش طريه، ما تمسكش في الايد. تمام. ندخل بقى دلوقتي على الرقاق بسرعه كده، لان الكميه معايا كانت كبيره، وانا لوحدي اللي كنت شغاله، والله يكون في عون رانيا. يلا بسرعه بقى. انا والله عايزه اقول لك انا كنت بعمل ساعات بالثلاثه كمان. اوعي تخافي من العجين، او تخافي انك انت تعملي عجينه لوحدك، او تعملي رقاق، او تعملي فطير. صدقيني لازم تغلطي علشان تعملي الصح، لازم تبوظي علشان تعملي الاحسن. فانت اوعي تخافي خالص، انت بس استعيني بالله وقولي يا رب ادخلي بقلبك جامد. وبنفرد اهو زي ما انت شايفه. انا باخد كل 2 مع بعض وبعملهم، واوقات زي ما قلت لك كنت باخد 3. اول ما احس ان العجينه هتمسك في بعضها برجع اشيل الراق ورش دقيق. المهم ان انت تشبعيها بالدقيق كويس جدا علشان ما تمسكش منك، لانها برضو كانت بتمسك مني اوقات. كنت اوقات بسرح وانا بفرد، وبلاقيها فردي مسكت مني، وكانت بتبقى رخمه معايا شويه. فانت انا طبعا في حاجه كمان عايزاكي ما تعمليش زي اللي انا عملتها. هي ما ترقيش بالزياده قوي. يعني انا المفروض ان انا في الوقت ده يا دوب ادعي يعني ادوس دوسه واحده وخلاص، واسوي على كده. لا، انا كنت مصممه ان انا افرد اكتر واكتر. كنت مخليه الرقاق بتاعي زي شايفين كنت عامله باخد واحط على طبق بلاستيك كافياه على القاع بتاعه من تحت. وبعد ما اعمل مثلا حوالي 10 ولا 15 اروح واسوي على البوتاجاز. هوريكي ازاي دلوقتي معايا. شايفين التسويه عامله ازاي. كان عندي صاجه عادي خالص بعمل فيه، بدخله الفرن. رحت كافيه على العين البوتاجاز من فوق، وبقيت اسوي. عندك صينيه، اعملي بدال الصاجه صينيه براحتك خالص. وهو هنسوي تاني مع بعض زي ما انت شايفه. اهم حاجه وانت اول ما تحطي الرقاقه بتاعتك لازم تدوسي على الاطراف، علشان لو ما دوستيش الاطراف هتتني. فلازم تدوسي عليها لحد بس ما تاخد التشميعه، وتروحي قلبه. بعد كده يبقى خلاص اطمنتي. المهم تدوسي على الاطراف في الاول علشان الاطراف ما تتنيش معاكي، وتقلبي زي ما انت شايفه. التسويه رهيبه رهيبه. عايزه تديله لون زي ما انا بديله كده براحتك، مش عايزه عادي طلعيه ابيض كله. وهو كده كده صدقيني مع الوقت. عايزه اقولك التسويه ما بتاخدش اي وقت، المهم تخلصي فرد وتقفي تسوي.
انا والله كنت بعمل بالعشرة وبال15 على الطبق، واروح مرة واحدة اقف واسويهم وارجع تاني اكمل، يكون حتى العجين ارتاح معايا ويساعدني ايه اكتر على الفرد بسرعة. بطلع من على كل ما اسوي جزء. طبعا هنا لازم انفض الدقيق كويس جدا علشان الرقاق ما يتحرقش مني. كل ما اطلع جزء كنت عايزه اقول لك الانتريه كان مليان رقاق، السراير كانت مليانه، اوضه الاطفال كله ما فيش حته عندي ما كانش فيها رقاق، علشان لازم تسيبيه وتفرشيه كويس جدا علشان ينشف ويعضم. وكنت طبعا مشغله المروحه اهم حاجه.